السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي سارة كوك. وصفتنا لنهار اليوم الطمينة جبتها لكم بمناسبة المولد النبوي الشريف على طريقتي الخاصة، تجي بزاف بنينة وتجي طرية. ننصحكم انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير وما تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس بالنسبة للناس اللي شاهدوا قناتي لاول مرة. اذا هنايا كما راكم تشاهدوا راني ناكل ونعاود تالمون جات بنينة، جات بالبزاف بنينة مع اضافة المكونات اللي زدتهم ليها. اذا مباشره نروح نشوفوا طريقه التحضير. هنايا عندي سميد من النوعيه المتوسطه دائما كما راكم تشاهدوا فيه. نروحوا نحمصوه على حاجه تكون شويه ثقيله. انا هنا كان عندي طاجين شويه ثقيل باش يطيب لنا هذاك السميد وما يجيناش يتغزغز من نجيو ناكلوا الطمينه تاعنا. اذا بملعقه خشبيه نبقوا نخلطوا ونحركوا في السميد تاعنا مليح باش ما يتحرق لكمش. ماذا بكم ديروها على نار قليله، نقصوا الغاز تاعكم على اقصى درجه باش يطيب لكم هذاك السميد وتجيكم بنينه وما يجيكمش هذاك السميد يتغزغز هكا في لسانكم. وكما تعرفوا السميد كي يكون خضر ما تجيش بنينه الطمينه ولا التقنطه. اذا نبقوا نحركوا في السميد تاعنا حتى اللي ياخد اللون الذهبي ويعطينا لون شباب. اذا هنايا بقيت نحرك ونعاود حتى اللي بقى اللون تاعها يميل الى الصعفار كما راكم تشاهدوا فيها. اذا هنا نبقى نحرك ونعاود بالملعقه الخشبيه دو بريفيرونس باش ما تجرحوش الطاجين تاعكم. وايضا هنا كما راكم تشاهدوا اللون اخذ اللون هذاك الاصفر تاع التقنطه بعد ما تحمص. انا هنا شندير نخلوها تبرد تماما. نصيحه تاعي خلو السميد تاعكم يبرد تماما ونروحوا في الجهه الاخرى نروحوا نذوبوا الدهن تاعنا. هنا عندي كاس كبير معمر، كاس اللي يرفد 220 مليلتر تاع الدهن. وماذا بكم ايضا هنايا تنقصوا تانيك النار على اقصى درجه وتعاونوا الدهن باش تذوبوه، يعني تبقوا تحركوا فيه وتعاونوه باش يذوب بالخف. وما تزيدولهش النار، ما تخلوش يغلي هذاك الدهن تاعكم ولا نقصوا النار على اقصى درجه كما قلت لكم وعاونوا الدهن باش يذوب وتحركوا فيه. اذا كي تذوبوا الدهن تماما نروحوا نضيفوا له كاس الا ربع تاع العسيله ولا تاع العسل. هنايا العسل ما درتش كاس كومبلي، علاش غادي نزيد من بعد حلوه الترك. حلوه الترك حلوه كما تعرفوا مع العسل بزاف، غادي تجي شويه قاصحه في الحلاوه تجي حلوه بزاف. لهذا فضلت اني نقص من كميه العسل باش نضيف الحلوه الترك. اذا هنايا بعد ما ذوبت العسل مع الدهن نخلطهم جيدا ونروح نزيد الاضافات التاليه. هنا عندي حوالي 50 غرام تاع حلوه الترك، وعندي حوالي 50 غرام تاع الجلجلان الابيض اللي كنت قليته من قبل وخليته هكا حب ما طحنتهش. ونخلطوا المكونات مليح كما حلوه الترك خلطوها جيدا كما تعرفوا في هذوك لي غريمو اللي يبقوا هكا. ماذا بكم تخلطوهم مليح مع الدهن والعسل. ونضيف لها هنايا الجلجلان كما راكم تشاهدوا بعد ما قليته وخليته هكا حب، يعني فضلت ما نطحناش باش الشكل تاعه يجي شباب في التقنته تاعنا كما راكم تشاهدوا فيه. ونروح نضيف حوالي 100 غرام من الكاوكاو اللي كنت حمصته هو الاخر وطحنته، لكن ما تطحنوش رقيق، خلوه شويه يعني خلوه شويه خشين. ونخلط جيدا قحدوا المكونات مع بعض نخلطوهم مليح قبل ما نضيفوا السميد. اذا هنايا نروح نضيفوا الكاس تاع السميد الاول تاعنا. عندنا هنا الكاس الاول ونخلطوا مليح. حاولوا انكم تخلطوا مليح السميد مع جميع المكونات باش يشربوا هذاك الدهن وهذاك الحسل. اذا نخلطوا جيدا ونروح نضيف الكاس الثاني. اذا هنايا في كاس تاع دهن وكاس نقدر نقولوا تاع حسل درنا زوج كيسان تاع السميد مع المكونات الاخرى. اذا ونخلطوا جيدا. هنايا غادي نستعمل الملعقه الخشبيه باش تسهل لي العمليه. اذا كما راكم تشاهدوا ضفت الاضافات هذوك ثلاثه تاع حلوه الترك والكاوكاو والجلجلان اللي راح يزيدوا لها بدنه
وذوق بزاف بزاف بنين. اذا ننصحكم انكم تجربوها. هنايا بعد ما نخلط جيدا نروح نحطها مباشره في طبق التقديم كما راكم تشاهدوا هنايا. خلطوا مليح وعاودوا خلطوا وزيدوا خلطوا. هنا راني نحاول نوريكم ابوبخي التقنته تاعنا كيفاش ما طلقتناش هذاك الليدام اللي دائما الناس تشكي تقول لك تطلق لي هذيك طبقه تاع الدهان. اذا كي تخلطيها مليح ما تخافيش كاع. ونروح نجيب طبق التقديم ونقدم التقنة تاعي، وطبعا نزينوها قبل ما نقدموها. هنايا شوفوا غادي تاخد الشكل مباشرة وحدها تاع لاسيت، وما تجيش ناشفه وتجي طريه كما راكم تشاهدوا. هنايا نحاول اني نعطيها شكل القلب. هنايا كل وحده على حساب يعني لاسيت تاعها. المهم انها مباشره يعني تاخذ هذاك الشكل اللي احنا رانا باغيينه، ما تعذبناش وما تجيش ناشفه كما راكم تشاهدوا هنايا. ونروح نزينها. هنا كان عندي حبه البندق بعد ما حمصتهم، وحبات اللوز ايضا. والتزيين دائما يبقى اختياري كل وحده وعلى حساب الذوق تاعها. وننصحكم انكم تجربوها. هنا بعد ما زينتها كما راكم تشاهدوا. التزيين دائما يبقى اختياري كل وحده وعلى حساب المكونات المتواجده عندها في البيت. كاين اللي يبغوا يخلوها هكا سامبل غير بالقرفه. كما تعرفوا الطمينه تجي لازم تجي فيها قرفه. هنايا راح نرش شويه قرفه باستعمال هذاك الاسطوانه، هذيك الخشبيه تاع المولد النبوي اللي راهي تتباع عند وين يبيعوا لوازم الحلويات. اذا هنايا مع شويه قرفه راح نحاول اني نرشها على هذيك الاسطوانه الخاصه بالمولد النبوي الشريف. وتقدوا ايضا ترشوها ديروا خطوط. يعني التزيين دائما من الوحي تاع السيده في البيت. دائما احيانا نديروا حاجه عشوائيه وتجي شابه بلا ما تضلوا يعني ديروا في هذه الاسطوانات ولا ديروا في هذه التزيينات اللي راهم يتباعوا. فقط يعني رشه تاع قرفه تجي شابه. اذا هنايا بعد ما زينتها ها ولا الشكل النهائي تاع التقنه تاعنا. تجي بزاف شابه وتجي بنينه وتجي طريه. ننصحكم انكم تجربوها وتخلوا لي تعليقاتكم وارائكم اسفل الفيديو. وما تنسوش الاشتراك في القناه بالنسبه للناس اللي اول مره يشاهدوا قناتي. وفي الاخير دائما خلوا ختامها مسك بالصلاه على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونضرب لكم موعد اخر مع وصفه اخرى. الى اللقاء.